بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى معانا وصفة جميلة جدا وتحفة، يعني فوق الوصف. انا عن نفسي بحبها قوي، اكتر من الولاد كمان. فاكرين اللي عملناها من يومين واحنا في الغيط؟ ايوه، هي الوصفة دي، البيض ابو جبنة. بس النهارده احنا هنغير شوية، مش هنعمله في سندوتشات عيش بلدي، هنعمله في سندوتشات فينو كايزر. تغيير عشان الولاد. هم اول ما شافوني انت عملتي الوصفه من غيرنا يا ولاد، ما انا بعملها لكم. قالوا لا احنا عايزين، قلت لهم بس كده، انا هقوم اعملها لكم دلوقتي. وفطرنا بيها. خرطنا الطماطم بتاعتنا وهننزلها في الطبق. بصوا بمنديل بس كده هنمسح مطرح الطماطم عشان نعرف نخرط بقيه الحاجه، ما نلحوش الدنيا. خرط بقى الفلفل البارد والفلفل الحراق، بس مش هنحط كله على بعضه عشان بقهم ما يحرقهمش. الولاد فيهم صغيرين مش هيرضوا ياكلوا الشطه، يبقى كده راحت السندوتشات. هتدبس فيهم، وانا عايزه كله ياكل. هنخلي الفلفل الحراق لوحده على جنب. طبعا الوصفه دي الولاد اصلا بيحبوها، سواء في العيش البلدي او في العيش الكايزر، زي البرجر كده. لان هي الجبنه الرومي اللي فيها بتوديها في حته تانية. والمره دي بقى انا هحط فيها حاجه سر كده، هم ما يعرفوهوش، بس طبعا هيعرفوه لما يشوفوا الفيديو. بس خلاص يبقى امر واقع. خرط معانا الزيتون بتاعنا. هو زيتون مخلي بس متقطع حتت كبيره، يا دوبك البذره متشاله منه، فاحنا نقطعه حتت صغيره عشان يدوب معانا في الخليط. خلصنا زيتوننا كله، وهنبتدي بقى ايه، نجهز في بقيه الحاجه بتاعتنا. في بوله كده نضيفه وحلوه، هنبتدي نكسر فيها البيض بيضه بيضه. طبعا في قشره هتقع مني، فانا هشيلها بايديا عشان ما ينفعش ترمش في بقنا. ونبتدي مع بعض بقى، بعد ما حطينا الثلاث بيضات هنضربهم بالمضرب اليدوي. ما فيش مضرب يدوي مش لاقياه، خلاص معلقه شوكه يا جماعه، شغلوا نفسكم. مفيش حاجه يعني ايه تضايقنا ولا تعكر مزاجنا. حط بقى شويه ملح، شويه فلفل، شويه كمون، علشان خاطر زفارة البيض. هو مش هنحتاج توابل لان الجبنه الرومي بتطغى على الطعم. بصوا حطيت ايه، هو ده بقى السر اللي انا قلت لكم عليه. حته جبنه قريش، او حته جبنه فلاحي، او بالصعيدي حته جبنه خضراء، لان هي فيها قيمه غذائيه عاليه قوي والولاد ما بيحبوهاش، فبنحاول ندخلها في الاكل على قد ما نقدر، وهما ما حسوش بطعمها. حط معلقتين دقيق عشان يمسكوا معانا الخليط والقوام يبقى مظبوط لما نحطه ونقليه. رشة بيكنج باودر خفيفة عشان العجينة تبقى هشة ومش مكتومة. شوية ملح عشان نظبط الطعم. هنحط الخضار بتاعنا ونقلب كله في بعضه. الفلفل الحراق نركنه على جنب زي ما اتفقنا من الأول. نقلب بالمضرب، والمضرب بيكتل معانا، فهنجيب معلقة. هو القوام مظبوط بس عايز المعلقة يتقلب بيها. ونبتدي بقى نجيب معانا بعد كده طاسة سخنة، نحط فيها شوية زيت، مش زيت غزير، زيت يا دوبك، بس شوية زيت كده أكنك مسحاها بس بزيادة شوية، 4 5 معالق زيت. ونشكل فيها العجينة بتاعتنا على هيئة أقراص علشان تبقى على قد السندوتش. أول ما تستوي تاخد لون ذهبي كده جميل، نبتدي نقلبها على الناحية التانية عشان تتحمر معانا. وهنبتدي بقى نجيب الفينو الكايزر بتاعنا الجميل الطازة ده، ريحته ما شاء الله ألف هنا، ونفتحه. ومعانا الخس بتاعنا، فاكرين الخس ده اللي احنا جبناه من الغيط. تسلم ايدك يا عمي، انت ومرات عمي، بجد احلى خس دقته وعجب الولاد جدا. خس بلدي بس تحسه قالب على خس بتاع السندوتشات، عارف الكابوتشا دي؟ يعني بصوا بصوا لافف على بعضه اصلا ازاي، ولونه وما شاء الله، طراوته حاجه كده، يعني لسه جايبينها من الارض على طول. تستاهل بقكم بجد. وهنبتدي بقى الاقراص بتاعتنا الجميله اهي. طبعا في حبه تانيين انا عملتهم في عيش، لان انا السندوتشات دي مش هتنفع معايا، لا انا عايزه لي 4 5 سندوتشات، مش هينفع الكلام ده. احنا بنحاول نحافظ، يعني اي نعم مش نافع، بس اهو نبقى احنا حاولنا. نحط بقى معانا الكاتشب، ونحط الاقراص بتاعتنا البيض الجميله بالجبنه، ونحط في قطعه الخس، ومعانا شرايح طماطم هنحطها برضو بس ما جاتش معانا وانا بصور. بصوا الرغيف كان عايز يسلم عليكم، بس انا لحقته الحمد لله. وهنبتدي بقى ايه، نعمل شويه عصير موز باللبن. نحط معانا الموز واللبن والسكر وشويه ميه، ونضربهم في الخلاط ضربه كده جميله، ونبتدي نقدمها للولاد. طبعا الموز واللبن فوائدهم عاليه جدا. طبعا يا ولاد طريقة التقديم أهم من التقديم، مش دايما يقولك العين بتاكل أول حاجة. فأنا بحاول أخليهم ينبسطوا بأبسط حاجة، حتى لو ما طلعناش بره البيت أدينا عملنا حاجة شبه الشارع.
برجر جميل نظيف حاجة روعة. بصوا الفلفل الحراق على جنب زي ما قلت لكم من الأول، اللي هياكل هيحط في الساندوتش بتاعه. ألف هنا ليهم وليكوا وللجميع. وبصوا الفوم بقى اللي على الوش ده القشطة يا ولاد، ما بتنضرب في الخلاط بتعمل الفوم الرغوة الجميلة دي. وأتمنى تجربوا الوصفة وتحطوا لايك وشير.